خرجت موقع عنده علاقة يعني وطيدة بكثير من الأجهزة وعنده المعلومات. هذا الموقع راكم تشوفوا فيه أمامكم. واش حكى؟ يقول أنه معلومات خاصة، أنه الجنرال كتب لك سؤال: كيف عرقل الجنرال سعيد شنقريحة 3 وساطات عرضت على الجزائر للمصالحة مع المغرب؟ ثم يقول لك، يعني نحكي لكم نقرأ لكم الترجمة مباشرة، أن العلاقات الجزائرية المغربية محكوم عليها بأن تظل متوترة وفاترة للغاية طالما ظل الجنرال سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي والمسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية الجزائرية. ووفقا لمصادر مختلفة تواصلت معنا، يعني مع الموقع، فإن سعيد شنقريحة يقف وراء عرقلة 3 بعثات وساطة مقترحة للجزائر لبدء المفاوضات بهدف تحقيق مصالحة مع المغرب، حيث اقترحت المملكة العربية السعودية الوساطة الأولى في أوائل عام 2021، وضاعف قادتها ودبلوماسيوها الاتصالات والاجتماعات غير الرسمية والرسمية مع رمطال عمامرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فضلا عن قادة أمنيين أو سياسيين آخرين في الحكومة الجزائرية من أجل تقديم خدماتهم للسماح باستئناف الاتصالات بين الجزائر والرباط. شنقريحة اللي هو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي يتدخل في كل شيء وعلى رأسها السياسة الخارجية للجزائر، وهذا يسمى خرق للقانون الداخلي العسكري، وهذا يسمى تدخل في شؤون الآخرين. والله ما سمعتك. هذا يسمى تدخل في شؤون الآخرين. والله العظيم. حسب مغرب انتيليجنس قالت بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة عارض 3 وساطات كانت بهدف إطلاق مفاوضات حقيقية تؤدي إلى تحقيق المصالحة بين الجزائر والمغرب. هذا الكلام قالته مغرب انتيليجنس عن وساطة أولى رفضها سعيد شنقريحة.
العربية السعودية، وقبل تحدثنا عن معلومات ولكن النظام الجزائري نفاها وقال بأنه ما كان حتى وساطة ونرفض كل وساطة، هذه قالها تبون. أيضا رمضان العمامرة قال بأنه ما عندنا ما كانت وساطة بالأمس ولا اليوم ولا غدا، وطبعا هذه كلها أكاذيب لأن العسكر قول هذا الكلام. لأنه لو يعترف بوجود وساطات ورفضوها راهي سيئة للعسكر، حابين يقول لك لا ما كانتش حتى وساطة، لكن تبون قال بأنه ما نرفض وساطة، رفضها معناها أنها وجدت ورفضها، ولكن عندما ظهرت فكرة أنه فيها وساطة سعودية وهناك قبل الإماراتية وكذا قال لك بأنه ما قبلت حتى وساطة ورفضوها، وقال لك ما كان حتى وساطة، ما كانش وساطة أصلا لا اليوم ولا غدا، لا أمس ولا اليوم ولا غدا، هكذا قالها رمضان العمامرة. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. 27/6/2022 اسمعوا وش قلت حينها حول هذه قضية احتمال أنه الجزائر استنجدت بقطر لتكون وسيط مؤتمن. إيه قولها تاني. الجزائر استنجدت بقطر لتكون وسيط مؤتمن. ودي يا صدقك بس قوية. اسمع، إذن الجزائر محتاجة إلى قطر لديها ثقلها في الاتحاد الأوروبي، لديها ثقلها في أمريكا، لديها ثقلها في كثير من القضايا، وأيضا لديها علاقات جيدة مع المغرب، والمغرب اتخذ بعض المواقف في مرحلة معينة في الأزمة القطرية الخليجية وكانت جاءت على هوى قطر. أعتقد بكل هذه الأمور تجعل أنه قطر ممكن جدا أنها تكون الوسيط المؤتمن الذي تبحث عنه الجزائر من أجل احتواء هذه الأزمات بما يحفظ ما وجه النظام، لأنه استمرار هذه الأزمات يعود سلبا على الداخل الجزائري، على الأمن الجزائري، على الاستقرار الجزائري، على الاقتصاد الجزائري. طبعا نحن نقول مرحبا بأي طرف يساهم في رأب هذا الصدع الذي صنعه جنرالات الجزائر. من أنتم؟ بوريطة لم يقل أنه تطبيع، قال استئناف العلاقة. لا شيء. أو على الخطاب الدبلوماسي يقول لك بأنه المغرب يحتل الصحراء الغربية، معناه عنده توسع، راه يهدد حتى الأراضي الموريتانية، وأنه كذا وكذا وكذا، وأنه يفكر فيما تسمى الصحراء الشرقية مثل ما أنه استهدف ما تسمى الصحراء الغربية وما إلى ذلك من هذه الأمور. أنت متوكد من الكلام ده؟ حتى وجود موريتانيا غلط. العلماء المغرب، دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف. نحن لا نقيم مسيرة فقط إلى العيون، بل مسيرة إلى تندوف. أيوة قلتش حاجة أنا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. ولا هيبقى لك ذكرى لا أنت ولا عيالك ولا أحفادك، يهبل يا ابن الهبل.